جميع الحقوق محفوظة لقناة كود ماروك كريم. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم ان شاء الله نشرح لكم السلسلة رقم 2. قبل ما نبداو ما تنساوش تشاركوا على القناة كود ماروك كريم اللي على اليوتيوب. اول حاجة في الامتحان كيعطيوكم واحد الكود اللي هو 4 الارقام، كتطبي 4 الارقام كدوز تلقائيا للامتحان. السؤال رقم 1: يمكن لي ندوبل السيارة من اليمين؟ نعم. جاوب 1. لا. جاوب 2. بالنسبة لعملية التجاوز دائما كتكون من اليسار، ما كندوبلوش كاع من اليمين، فقط في حالة وحدة. شنو هي الحالة؟ هاد الحالة ملي كتكون عندنا مسافة كافية من ندوبلو من اليمين والسيارة اللي في مسلك التجاوز دايرة السيريال بلا باغا تدور على اليسار، في هاد الحالة يمكن لي نقوم بالتجاوز من جهة اليمين. إذا الجواب الصحيح هو رقم 1. السؤال رقم 2: هاد العلامة كتكون قرب المدرسة؟ جاوب 1. ممر الرجلين. جاوب 2. مرور الأطفال. جاوب 3. بالنسبة لعلامة الخطر اللي فيها مرور الرجلين، اللي فيها عفوا مرور الأطفال، ممر الرجلين كتكون فيها ممر متراصف العلامة، ملي كيكون فيها هذا الرمز هذا كتعني على مرور الأطفال. هاد مرور الأطفال غالبا كيديروها حدا مدرسة أو حديقة إلى آخره. إذا الجواب الصحيح هو رقم 1 و3. بالنسبة للامتحان، هذا هو البرنامج الامتحان. ملي كتجي تكليكي على شي سؤال راه كيتغير اللون ديالو الازرق، الاحمر عفوا، كيكون بالازرق. ملي كتكليكي كيولي بالاحمر. هذا هو اللي كليكيت انا. اذا 1 و3 هو الجواب الصحيح. السؤال رقم 3: هاد السيارة توقفات بشكل صحيح؟ نعم. جاوب 1. لا. جاوب 2. هنايا بالنسبة في الحالة ديال التوقف راه السيارة توقفت بشكل صحيح. الطريطوار مخصهاش دير 2 روايط فوق الطريطوار و 2 روايط في الشانطي، خصها اما تكون خارجة على الطريق او الا كانت في وسط في جنب الطريق وكان مسموح تكون في وضعية صحيحة. إذا الجواب هنا صحيح هو رقم 1. بالنسبة في أي سؤال حاول دير بوز وتجاوب براسك ومن بعد عاد شوف الشرح. يمكن لي نتوقف على اليمين دقائق قليلة؟ نعم. جاوب 1. لا. جاوب 2. هنايا بالنسبة لهاد كما كيبان لنا هنايا على اليمين عندنا خط أصفر على هذا الشكل هذا. إذا هذا كيكون غالبا حدا محطات ديال الطوبيسات أو الطاكسيات. إذا هنايا فالتوقف ممنوع، خط صفر كيعني على التوقف ممنوع، رصيف صفر على التوقف ممنوع، رصيف حمر وابيض على التوقف ممنوع، ومسموح الوقوف إلا ما كنتيش تعرقل حركة السير. إذا في هذه الحالة يمكن لي نوقف على اليمين دقائق قليلة؟ لا. الجواب الصحيح هو رقم 2. في هذه الحالة التجاوز ممنوع على جميع أنواع العربات؟ نعم. جاوب 1. لا. جاوب 2. بالنسبة في هذه الحالة هذه العلامة هذه كتقول لي ممنوع التجاوز العربات ذات محرك والدراجات اللي عندها مقعد جانبي ما يمكنليش ندوبلها. أما إذا كانت دراجة نارية عادية يمكن لي نتجاوزها أو دراجة نارية هوائية. وبالنسبة لهذا الخط المتصل راه كيمنع لي التجاوز واخا تكون حتى دراجة نارية عادية. إذا هنايا في هذه الحالة التجاوز ممنوع على جميع أنواع العربات ماشي غير الدراجات، على كلشي.
ما هي العلامة اللي كتسمح لي بالتجاوز؟ علامة رقم واحد، جاوب واحد. علامة رقم جوج، جاوب جوج. بالنسبة في ملتقى الطرق كاينين ثلاثة الحالات فين ما كنتجاوزوش في ملتقى الطرق. فين كنتجاوزو في ملتقى الطرق؟ ملي كيكون عندنا طريق ذات أولوية، الضوء الخضر، سكة حديدية بالحاجز. إلا ما كانوش هاد الثلاثة فالتجاوز كيكون ممنوع. إلا ما كانوش هاد الثلاثة كيكونوا حالات أخرين، كتكون إما هاد العلامة هادي رقم واحد اللي هي أسبقية اليمين، الضوء الأحمر، قف، ما عنديش حق الأسبقية، سكة حديدية بدون حاجز. هاد الخمسة الحالات ما يمكنليش نتجاوز في ملتقى الطرق. كيفاش تجيكم سهلة؟ ثلاثة الحالات اللي يمكن لي نضرب فيهم في ملتقى الطرق: طريق ذات أولوية، هاد العلامة هادي، الضوء الخضر، أو سكة حديدية بالحاجز. هنايا العلامة اللي يمكن لي نضرب فيها هي هذه علامة رقم جوج. إذا الجواب صحيح هو رقم جوج. فهاد التقابل الصعب من الواجب على هاد السيارة توقف وتخليني ندوز. نعم، جاوب واحد. لا، جاوب جوج. بالنسبة لهاد الحالة، بالنسبة للتقابل كاينين تقريبا ثلاثة الأنواع ديال التقابل. كاين التقابل اللي فيه العائق، بحال دابا كتكون عندنا طريق اللي في المسلك ديالو وافق له العائق كيخلي السيارة الأخرى تدوز. كاين التقابل الصعب وكاين التقابل المستحيل. التقابل الصعب كيكون دائما حضورة أو عقبة. اللي كيكون هابط كيسهل بالمرور هذاك السيارة اللي طالعة. دابا هنايا كما قالوا لنا هذا التقابل الصعب. كاين التقابل المستحيل اللي ما نهضروش عليه دابا، تجي في الحالة ديالو. هنايا في التقابل الصعب إذا السيارة البيضاء طالعة، في هذه الحالة في هذا التقابل الصعب من الواجب على هذه السيارة توقف وتخليني ندوز. لا، أنا اللي هابط، أنا اللي خصني نسهل المرور للسيارة اللي طالعة، لأن هذا التقابل الصعب. الجواب الصحيح هو رقم جوج. السرعة في هذا الطريق كتحدد ب 80 كيلومتر في الساعة، جواب واحد. 100 كيلومتر في الساعة، جواب جوج. 120 كيلومتر في الساعة، جواب ثلاثة. بالنسبة لهنايا هذا الرمز كيقول لك طريق جهوية، اللون ديالو بالأصفر كيقول لك طريق جهوية. هنايا طريق جهوية خارج، ديما كتكون طريق خارج المدينة، فالسرعة كتحدد اوتوماتيكمون في 100 كيلومتر في الساعة. إذا السرعة ديالي كتحدد 100 كيلومتر في الساعة، يمكن إلا سوليني يمكن لي نسوق، نقول له يمكن لي نسوق ب 80 و 100. إلا قالوا لي السرعة فاش كتحدد، نقول لهم السرعة القصوى، شنو هي السرعة التالية اللي يمكن لي يمشي بها. السرعة التالية اللي يمكن لي يمشي بها هي 100 كيلومتر في الساعة. وبعد خرات كيبدلوا المصطلح، كيقول لك يمكن لي يمشي بحتى. داك حتى كتبين لك بان شنو هي السرعة التالية اللي يمكن لك تمشي بها. إذا جوج مصطلحات، السرعة كتحدد أو يمكن لي يمشي في حتى. هاد جوج مصطلحات كتقول لهم السرعة التالية اللي يمكن لك تمشي بها. إذا هنايا السرعة اللي يمكن لي يمشي بها التالية، السرعة القصوى المسموح بها هي 100 كيلومتر في الساعة. إذا الجواب الصحيح هو رقم جوج. كنحتفظ على مسافة أمان ديال 50 متر. شنو هي السرعة المناسبة لهذه المسافة؟ 100 كيلومتر في الساعة، جواب واحد. 90 كيلومتر في الساعة، جواب جوج. 60 كيلومتر في الساعة، جواب ثلاثة. بالنسبة هنايا محتفظ على 50 كيلومتر 50 متر ما بيني وبين السيارة اللي قبالتي. فإلا كنت غادي 100 كيلومتر في الساعة، 100 كيلومتر في الساعة كنضربو مسافة الأمان كتقدر بثانيتين، وكنضربو السرعة العدد العشري في 6. إلا كنت غادي الخيار الأول اللي هو 100 كيلومتر في الساعة، إلا ضربنا 10 في 6 اللي هي 60. إذا هنايا مخليين قلب. هنايا دايرين لنا 90. إذا نضربو 90 في 6 اللي هي 54، اللي هي قريبة ل 50. بالنسبة ل 6 في 6 36. إذا السرعة المناسبة اللي هي 90. إذا الجواب الصحيح هو رقم جوج. نتوقف، جواب واحد. نخلي السيارة صفرا تدوز، جواب جوج. هنايا بالنسبة في ملتقى الطرق، في غياب أي تشوير طرقي في ملتقى الطرق، كنعطيو أسبقية اليمين. أنا كنسوق السيارة حمراء،
اذا من الواجب عليا نسمح لمن يدوز، خصني نوقف ونسمح له يدوز. اذا الجواب صحيح هو واحد وجوج. نسمح لهاد السيارة تدوز، نعم جواب واحد، لا جواب جوج. بالنسبة لهاد السيارة هادي فهي خارجة في طريق ما مزفتاش، كما كتبان لنا هنايا ضروري تخرج مشالطي حتى هي. الا خرجات في بلاصة فيها الرملة فما كنسمحولهاش، كتسمى خارجة في بلاصة ما معبداش. اللي خارج من بلاصة ما معبداش او كراج فما كنسمحولوش يدوز واخا كيكون في مسلك اليمين. اذا الجواب الصحيح هو رقم جوج. نقدر نسوق بلا ضوء، نعم جواب واحد، لا جواب جوج. هنايا بالنسبة للأضواء واخا تكون الإنارة كاينة متوفرة فمن الواجب علينا نصوبو الأضواء. هنايا كتسمى كحلة صافي اوتوماتيكمون واخا الضو كاين ومضوية نسوق بضوء الوضع أو التقابل. إذا هنا الجواب الصحيح هو رقم جوج. يمكن لي نوقف من بعد العلامة، نعم جواب واحد، لا جواب جوج. بالنسبة لهنايا هاد العلامة كتقول لي ممنوع التوقف، الوقوف مسموح. إلا ما كنتش نعرقل حركة السير، ديما صفر كيمنعك الوقوف والتوقف، حمر وابيض كيمنعك غير التوقف والوقوف كيقول لك مسموح إلا ما كنتيش تعرقل حركة السير. أما إلا كنتي تعرقل حركة السير فانت الوقوف ممنوع. هنايا كما دايرين لنا هاد الخط هذا، الخطوط الحمراء والبيضاء راه جايين في قلطرة. إذا القلطرة واخا دايرين لنا مسموح الوقوف فراه مخصناش نوقفو. إذا الجواب صحيح هو رقم جوج. يمكن لي نوقف من بعد العلامة لا، لأنها قلطرة. كل ما كانت قلطرة نقولوا لهم يمكن لي نوقف. نسمح للسيارة اللي في اتجاه المعاكس تدوز، نعم جواب واحد، لا جواب جوج. بالنسبة هنايا هذا التقابل اللي فيه العائق، هاد السائق، هاد السائق هذا توقف، ها ما فيش عليه الضوء ديال الحصر كيكونوا باللون الأحمر ضوء الفران، فخصني نوقف ونخلي السيارة الأجرة الأخرى تدوز، لأن أنا اللي عندي العائق في المسلك ديالي. إذا الجواب صحيح هو رقم واحد، نسمح للسيارة اللي جاية في اتجاه المعاكس تدوز. باش نكمل التجاوز من الواجب نخلي بيني وبين أصحاب الدراجات نصف مترو، جواب واحد، مترو جواب جوج، مترو ونص جواب ثلاثة. بالنسبة للمسافة الجانبية فهي كما كتشاهدوا سهلة، كاين المسافة الجانبية للتقابل وكاين المسافة الجانبية للتجاوز. المسافة الجانبية للتقابل ملي كيكون الشخص عاطينا بالوجه، المسافة الجانبية للتجاوز ملي كيكون عاطينا بالظهر. بالوجه كنخليو 2 متر يا في المدينة يا خارج المدينة، بالظهر كنخليو متر في المدينة، متر ونص خارج المدينة. بالنسبة لهنايا بالنسبة شكون هما اللي كتقابلوا معاهم، يا حيوان يا راجل يا صاحب دراجة. إذا هنايا الجواب الصحيح هو رقم جوج، خليه متر. هذا داخل المدينة، داخل المدينة باش كتعرفها التريطوار وهنايا البناء. يمكن لي نتابع السيارة الحمراء، نعم جواب واحد، لا جواب جوج. هاد السيارة الحمراء أنا بعدا في طريق السيار، باش كنعرفو طريق السيار بلا بارير، شريط الوقوف استعجالي، خط متصل على اليسار، الطريق غير كتدي. بالنسبة لهاد العلامة اش كتقول لنا؟ كتقول لنا مسلك التجاوز أي تسالى، ها هو مسلك السير ها مسلك التجاوز. كانوا هلو 2 المسالك، هنا بقى غير مسلك واحد. إذا المسلك هذا كيتسالى، يتسالى على بعد 150 متر. إذا فوقاش مسموح لنا نتجاوزو؟ إلا كان مسلك التجاوز يتسالى، إلا كان باقي على مسلك التجاوز 400 متر، لأن إلا كانت السيارة ديال اللي قبالتي كتمشي غير ب 80 كيلومتر الساعة، فالمسافة اللي
تجاوزها اللي كنقطعها في خلال عملية التجاوز راه كتوصل حتى ل 350 متر. اذا فوقاش يكون مسموح التجاوز؟ ملي كتكون هنا 400 متر عادي يمكن ليا نتجاوز شي سيارة. اذا الجواب الصحيح هو رقم جوج. هنا ما يمكنليش نتبع السيارة لان يولي مسلك واحد، ما يبقاش مسلك ديال التجاوز. يمكن لي ندور على اليمين. نعم جاوب واحد. لا جاوب جوج. بالنسبة لهاد العلامة كتقول لك ممنوع ندور على اليسار، اذا يمكن لي ندور على اليمين. حتى الا كانوا بدلوا لنا السؤال داروا لنا يمكن لي ندور على اليسار، فيمكن لي ندور على اليسار. هنا اللي ما يمكنلوش يدور على اليسار غير اللي كيتعدى الوزن ديالو 3.5 طن. اللي كيتعدى الوزن ديالو 3.5 طن، ماشي اللي الوزن ديالو 3.5 طن. اذا اللي الوزن ديال السيارة راه كيكون 3.5 طن، محدد في 3.5 طن، وعدد المقاعد مع السائق اللي هو 9. اذا هنايا يمكن لي ندور على اليسار ويمكن لي ندور على اليمين. يمكن لي السير بأكثر من 40 كيلومتر في الساعة. نعم جاوب واحد. لا جاوب جوج. هنايا دايرين ممنوع نتعداو 50 كيلومتر في الساعة، إذا أنا كنسوق ب 40 يمكن لي نزيد في السرعة نوصلها حتى ل 50، مكاينش مشكل. إذا الجواب الصحيح هو رقم واحد. من الواجب نغير اتجاه اليمين. نعم جاوب واحد. لا جاوب جوج. هنايا كيقول لك ممنوع ندور على اليسار، وعلامة الإجبار كتقول لك من الواجب ندور اليمين. إذا الجواب الصحيح هو رقم واحد. وقع لي عطا في المنعرج، نوضع مثلث تنبيه قبل المنعرج. جاوب واحد. على بعد 30 متر. جاوب جوج. بالنسبة للمثلث التنبيه كنديرو على بعد 30 متر بالنهار وعلى بعد 100 متر بالليل. اما الا قالوا لنا المنعرج كنديروه قبل المنعرج. الجواب الصحيح هو رقم واحد. نتمنى يعجبكم الشرح وما تبخلوش علينا بلايك الفيديو وتبارطاجيو، وان شاء الله كاين جديد. اسئله جد مبسطه محاكيه للامتحان بالفواتير الامتحان باش نقربوا لكم الامتحان ان شاء الله، ونعطيكم نصائح حول الفواتير. وشكرا.